بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا بعمل الفيديو ده عشان عايز اقول بس كلمتين بخصوص فعاليات يوم 9/9 بأمر الله. يوم 9/9 هو مش دعوة لمليونية ولا دعوة لنزول طلب مطالب او دعوة لتشكيل ضغط. يوم 9/9 هيكون بالظبط نفس يوم 25 يناير في ان هو هيكون مسيرات ومظاهرات في كل شوارع مصر، في كل محافظة وفي كل منطقة وفي كل مكان وفي كل شبر في البلد هنمشي فيه وهنعمل فيه مظاهرات ومسيرات. 6 شهور عدوا. المجلس العسكري القائم على إدارة شؤون البلاد فشل بنسبة 100% في تحقيق المطالب وفي إرضاء الشعب. يوم 9/9 إن شاء الله بأمر الله ما عندناش أي مطالب نازلين نطلبها، إحنا عندنا هدف نازلين نحققه، وهو تشكيل وتسليم السلطة لمجلس انتقالي منتخب من قبل الشعب يتولى إدارة شؤون البلاد بدلا من المجلس العسكري. أعيدها تاني عشان الناس تفهم احنا نازلين يوم 9/9 ليه. يوم 9/9 احنا ما عندناش مطالب نازلين نطلبها، عندنا هدف نازلين نحققه، وهو تشكيل وتسليم السلطة لمجلس انتقالي يدير إدارة شؤون البلاد بدلا من المجلس العسكري. المجلس العسكري يا حضرات خلص الفترة المحددة اللي هو حددها لنفسه، واللي هو قال إن هو هيسلم السلطة بعد مرور 6 شهور. 6 شهور عدوا، ما شفناش أي حاجة من مطالبنا اتحققت. فلوسنا يعني عليه العوض ومنه العوض. الناس اللي قتلت الثوار وقتلت الشهداء وعملت إصابات وعاهات مستديمة للشعب لسه بره السجون، لسه ما بيتحاكموش، لسه بعضهم موجود في مناصبه، واللي زادوا غطى إن هم اترقوا ومرتباتهم زادت، ولسه زي ما هم بنفس سياستهم عمالين ينفخوا ويطرقعوا في الشعب. يوم 9/9 احنا نازلين زي ما قلت هنعمل مسيرات هتجوب جميع شوارع الجمهورية. يوم 9/9 أي قوة مهما كانت هتفكر إن هي تعترض طريقنا، هتفكر إن هي تتعامل معانا بالقوة، مش هتتقابل غير بالقوة. احنا نازلين يوم 9/9 بشكل سلمي، مسيرات ومظاهرات سلمية، هتافات بتناشد بتشكيل مجلس انتقالي وتسليم السلطة ليه. أي حد هيفكر إن هو يعترض طريقنا هيبقى هو اللي جابه لنفسه. وديكوا شفتوا كلكم الحمد لله وعلى مرأى ومسمع من جميع الشعب المصري احنا عملنا ايه يوم 28 يناير في الناس اللي اعترضت طريقنا. يوم 28 يناير كنا نازلين برضو بشكل سلمي. الداخلية اعترضت طريقنا، اتعاملت معانا بأسلوب وبشكل مش كويس وبشكل غير آدمي. اديكوا شفتوا ردينا عليهم ازاي وكان ايه جزائهم. اتمنى ان مفيش اي حد يقع في نفس الغلط ده، ومش عايزين حد يتخدع في نفسه او يتغر في نفسه ويقول لا احنا مش زيهم. لا 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 لا، انتوا اللي مش زي الشعب المصري. الشعب المصري اللي نزل يوم 28 وقال لا للظلم ولا للفساد ولا للاستعباد، وداس على كل القوى اللي وقفت في وشه. يوم 9/9 مش عايزين نشوف حد رافع اي شعارات خاصة باي احزاب، باي تيارات سياسية، باي حركات او باي نشاطات. يوم 9/9 مش هيترفع
غير العلم المصري فقط لا غير. يوم 9/9 هدف واحد فقط، وهو تسليم السلطة لمجلس انتقالي، وفورا ليتولى هو إدارة شؤون البلاد. مش عايزين نحتك بحد، مش عايزين حد يحتك بينا. احنا مش هنبتدي بالغلط، مع ان انا متأكد واثق 1,000,000% ان الطرف الاخر هو اللي هيبتدي بالاحتكاك معانا، وساعتها يبقى هو اللي جابه لنفسه. احنا سكتنا مرة واثنين وثلاثة، وسقط مننا شباب وماتوا، وشباب اتشدت من وسطنا وبياخدوا احكام بتهمة عيش حرية عدالة اجتماعية. واحكام ايه؟ احكام اشوف وشك بخير، اقل واحد 5 سنين. ويا ريت الناس اللي اتحاكم عليها دي قاتلين ولا سارقين ولا فسدوا ولا خاينين للامانه. لا، انا زي ما قلت كل تهمتهم عيش حريه عداله اجتماعيه. طبعا احنا مش هنسكت على الكلام ده. كفايه استعباد، كفايه ضحك على عقولنا، كفايه اشتغالات، كفايه افلام، كفايه تمثيليات. تعبنا وزهقنا، ونازلين يوم 9/9 عشان نحقق هدفنا. وشعارنا يوم 9/9 هو يا هنعيش عيشة فل يا هنموت احنا الكل. اي حد هيتعامل معانا بالقوة هنتعامل معاه بالقوة، هيتعامل معانا كويس هنشيله على كتافنا وهناخده في وسطنا وهنعتبره مننا. هيخرج عن الطبيعي وعن المألوف في التعامل هيبقى هو اللي جابه لنفسه. بالأخص ضباط الشرطة العسكرية، احنا شربنا منكم كتير وعنينا منكم كتير، بس رسالة لكل واحد فيكم: اللي هنشوفه بيلعب في سلاحه او بينكش في سلاحه هندوس عليه، مش هنسمي عليه، لان احنا مش هنسمح لاي حد ان هو يأذينا او يدوس لنا على طرف. يوم 9/9 المارد اللي انفجر يوم 25 راجع المرة دي اقوى من الاول. راجع المرة دي عشان يكمل طريقه، راجع المرة دي عشان يصحح الغلط اللي احنا وقعنا فيه يوم 11/2. مفيش ثورة يا حضرات في العالم بدون مجلس انتقالي. مفيش ثورة يا حضرات في العالم بتقوم وبتسمح للنظام الفاسد بتسليم السلطة لناس تبع النظام. مش عايزين حد يعترض طريقنا، مش عايزين حد يقف في وشنا، مش عايزين بينا ناس لما يشوفونا بنبتدي نرد على الإساءة بإساءة ياخدوا الصف التاني ويقعدوا يقولوا سلمية والجيش والشعب ايد واحدة. اي نعم، الجيش والشعب ايد واحدة، بس الجيش اللي بيحمي الشعب، مش الجيش اللي بيقتل في الشعب وبيضرب في الشعب. اللي بيقتل في الشعب وبيضرب في الشعب ده مش هنكون معاه ايد واحدة، بالعكس ده هنعتبره بان هو مجرم وقاتل وبيتستر على الفساد وبيحمي الفاسدين والخاينين. الناس اللي هتقف وهتقول وقت ما يحصل ضرب في الثوار هيقفوا يقولوا سلمية وجيش الشعب ايد واحدة، هيتم التعامل معاهم على اساس ان هم بلطجية. الناس بقى اللي دلوقتي عمالين يتلموا وعمالين يلموا في بعضيهم وعمالين يلموا في بلطجية ويلموا في ناس ويدفعوا فلوس، نصيحة لوجه الله: كلوا عيش وربوا عيالكم وابعدوا عن سكتنا، عشان سكتنا اللي هيقف فيها هندوسه. احنا نازلين في سكة هنكملها لغاية الاخر، وزي ما قلت يا هنعيش عيشة فل يا هنموت احنا الكل. اتمنى تكون رسالتي وصلت، اتمنى يكون كلامي اتفهم. يوم 9/9 مسيرات ومظاهرات في جميع شوارع مصر وفي كل المحافظات المصرية. يوم 9/9 مش عايزين حد يقف في وشنا، مش عايزين حد يعترض طريقنا. يوم 9/9 اللي هيفكر بس ان هو يعطس في وشنا
هندوس عليه. وقد أعذر من أنظر. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.